إريكسون وليه نظرية مشهورة، نظرية النمو النفسي الاجتماعي. اتكلم برضو عن ان كل مرحلة عمرية لها احتياج أساسي. مثلا في الرضاعة في احتياج أساسي للثقة والأمان. لما تبص للطفل في عينيه وتبتسم وتهدهده وتلعبه وتلاغيه وهي بترضعه بتقول له انت غالي، انت مهم، انت محبوب، تتناغم مع مشاعره ومع آلامه ومع أفراحه، بيكون صورة ثقة أساسية في نفسه، يثق في نفسه ويقبل نفسه لما يلاقي الأم حاضرة ومنتبهة ومهتمة ومتناغمة وجدانيا معاه. فالاحتياج الاساسي في المرحله دي الثقه في النفس والشعور بالامان. فلو ملى الاحتياج ده يدخل على المرحله اللي بعدها، يقدر يستقل، ينفصل عن الام، يكون عنده خصوصيه، يبعد كم خطوه منها، يعمل حاجه بنفسه لانه كون هويه امنه. انا محبوب، انا حلو، العالم بيحبني، الناس اللي حواليا بيسددوا احتياج الحياه، قادره ان تعطيني ما احتاج، فانا اقدر اطلع وانفصل واستقل واستكشف الحياه. ما عنديش الامان ده مش هقدر اطلع اكون عندي روح المبادره وروح الاستقلال وروح الاستكشاف. عملت دول اقدر اكون هويه امنه عن نفسي في مرحله، او اقدر اثابر على الانجاز في مرحله الطفوله المبكره وابتدائي، قدرت اثابر كويس. اجي في مرحله المراهقه عندي اسئله وجوديه، انا مين؟ أسوأ إيه؟ يوم مستقبلي؟ هروح إزاي في الحياة؟ أكون هويتي الصحية عن جنسي ونوعي، أنا بقبل نفسي كولد أو بقبل نفسي كبنت، عندي أمان في هويتي النوعية، أنا نوعي إيه؟ عندي أمان، فأنا مين موجود في الحياة؟ فأنا ببقى قادر على بناء هوية صحية والانطلاق لعلاقات حميمة ودافئة، وأقدر في مرحلة الزواج وتكوين الأسرة الانتماء والالتصاق بالآخر والقدرة على معايشة شخص آخر في علاقة عميقة. لما أقدر أعمل ده وأوصل لسن كبير شوية 40 مثلا، أو ابتدأ أربي أولاد، هيبقى عندي حاجة اسمها عطاء الأجيال القادمة وتسليم الحكمة والخبرة. يقدر بعد كده يدخل الشيخوخة هو راضي عن حياته السابقة. وده باختصار نظرية النمو النفسي الاجتماعي لإريكسون، إن كل مرحلة عمرية لها احتياج معين يحتاج إلى تسديد في وقته وفي حينه عشان الإنسان يتكامل ويحدث عنده في آخر العمر تكامل الأنا. وزي ما بيقول بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. يعني أنا راضي جدا عن حياتي السابقة، راضي عن عملي، راضي عن جهادي، راضي عما خدمت به البشرية والكنيسة وما خدمت به ربنا يسوع المسيح.